حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو دوت لكل المامز الجديده اللي محتاجه ان هي تخزن صلصه وتنجز نفسها، لان احنا اصلا كسلانين. ماما حبت تعمل معاكم كميه قليله من الصلصه اللي بتتخزن، اللي هي تنجز معاكم الوقت قوي. وانا قلت لها اعملي حاجه بسيطه نوريها لهم ازاي بتتخزن علشان ينجزوا وقتهم. هنجيب، انا ماما كانت عامله حبه قليلين، احنا بنعمل اكتر من كده بصراحه. ممكن تعمل بال10 كيلو ل 12 كيلو طماطم وصلصه. هنقطع كل الكميه اللي كانت معانا وهنحطها على النار ونسيبها لحد ما تستوي كويس قوي، ومش هنحط ميه خالص. كل اللي هنحطه معلقه سكر واحده بس لحد ما توصل معايا بالمنظر ده. اول ما تبرد نحطها في الخلاط ونضربها كويس قوي قوي قوي، وبعدين هنصفيها من البذر بتاع الطماطم عشان ما ضايقناش. هنصفيها كويس جدا 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 لحد ما توصل معانا بالمنظر ده برضو. ودلوقتي انا خلصت كل الطماطم بتاعتي. تعالوا بقى نشوف بنخزنها ازاي. هنجيب الكيس بتاعتنا تكون نظيفه كويس، ونجيب كوبايه ونحط فيها المقدار اللي انتوا عايزينه بتستخدموه. لو انتوا بتعملوا مكرونه بالصلصه، لو انتوا بتعملوا طبيخ، على حسب انتوا بتحطوا قد ايه. ولازم تحطوا الكيس في كوبايه عشان خاطر ما يبهدلش منكم، لان انتوا هتحطوه اكيد في الفريزر بتاعكم، والفريزر ما يبقاش متبهدل. ده بالمنظر دوت. هعمل معاكم واحد تاني دلوقتي عشان لو ما لحقتوش تشوفوه. بصوا، شايفين الطريقه بجد سهله. وانتوا بتتفرجوا كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه بتاعتي، ووروا لكل اصحابكم اللي لسه بيتعلموا عشان انا كمان بتعلم معاكم. وهستنى منكم تقولوا لي محتاجين ايه تاني مع بعض ونعمله. وادي الكميه بتاعتي اهي كلها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولوا رايكم في الكومنتات. وبس كده، باي باي.